الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة 18 من شهر الله صفر 38 و400 وألف هجرية، وفي هذا المسجد المبارك مسجد البر بمدينة الحديدة، ونحب أن تكون كلمتنا عن البر، لأننا في مسجد البر. وقبل ذلك اعلموا عباد الله أن البر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فمن أسماء الله الحسنى البر، من أسماء الله الحسنى البر. وأما البر إخواني في الله فهو اسم جامع لكل أنواع الخير، فالعدل والرحمة والتقوى والطاعة والعبادة والخير كله يدخل في البر، يدخل في البر. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: جئت تسأل عن البر؟ البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهل الدين والإيمان والإسلام والإحسان إلا حسن خلق، حسن معاملة، حسن سلوك، حسن توجه إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم ما بينك وبين الناس، ثم ما بينك وبين إخوانك المسلمين، ثم ما بينك وبين أرحامك، ثم ما بينك وسائر الخليقة مما خلق الله سبحانه وتعالى من البهائم والحيوانات. البر حسن الخلق يا عباد الله. البر هو توجهك إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نحن في أمس الحاجة إلى البر، إلى أعمال البر، إلى أخلاق البر، إلى أقوال البر، إلى أفعال البر، إلى كل بر يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. أن تكون برا، أن تكون برا بكل أحد، أن يكون البر عماد حياتك وأساس توجهك، أن يكون البر مادة هذه الحياة وروحها وأقلومها الذي تقوم عليه. إن البر يا عباد الله هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا. لذلك لا يستغني أحد عن البر، لا يستغني أحد عن البر أيا كان، لا يستغني أحد عن البر في قوله، في فعله، في سلوكه، في أخلاقه، في معاملاته. الناس اليوم أحوج ما يكونون إلى البر، بحاجة إلى البر
إلى الإحسان، إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، أي بالأعمال الصالحة، بادروا بالبر، بأعمال البر، بأفعال البر، بأقوال البر، بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه المبادرة أي المسارعة أي المسابقة أي التشمير إلى أفعال البر. لماذا؟ قبل أن يأتي ما يحول بينك وبين هذا البر، فلا تستطيع أن تبر حتى بنفسك، لا تستطيع أن تبر حتى بنفسك. بماذا؟ بتربيتها. لا تستطيع أن تبر بنفسك بطاعة ربها، لا تستطيع أن تبر بنفسك بتوجهها إلى الله عز وجل، لا تستطيع أن تبر بنفسك في تقوية إيمانها ومتابعتها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بادروا بالبر، سابقوا بالبر قبل أن يأتي ما يقطعكم عن البر. يقول ابن حبان البستي رحمه الله تعالى في نونيته: أحسن إذا ما كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإمكان إحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. أحسن إذا ما كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإمكان إحسان. يأتي المرض، يأتي الضعف، يأتي الكبر، يأتي الشغل، يأتي ويأتي، فلا تستطيع أن تدوم على إحسانك، أن تدوم على برك، على أقل القليل أن تضعف في هذا البر، وأن تضعف في هذا الإحسان، فلا تكون بالوتيرة التي كنت عليها. إذن فما دام السبيل مفتوح والطريق متاح إلى البر، فبر بنفسك أولا، لأن هذا هو الذي ينفعك فيما بينك وبين الله عز وجل. ثم ليكن برك متعد حتى إلى الكافر. يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى لا ينهاك عن البر إلى أولئك الكفرة الذين لا يحاربونك ولا يؤذونك ولا يقاتلونك، لا ينهاك الله عن البر بهم، عن الإحسان إليهم إلى غير ذلك من هذا، فكيف البر بإخوانك المسلمين؟ البر بإخوانك أهل الإسلام الذين هم معك في دين الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى الله عز وجل بهذا الطريق، كيف لا تبر بهم يا عبد الله؟ البر يا عباد الله هو منهج هذه الحياة، منهج هذه الحياة. إذا لم تكن من الأبرار فبالله من أي صنف ستكون؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. أيها المسلم الكريم، إن أعمال البر متنوعة، أعمال البر كثيرة، أعمال الخير كثيرة، أعمال الإحسان كثيرة. لا تهمل نفسك من أي نوع من أنواع البر، لا تهمل نفسك من أعمال البر أيا كانت، فستأتي عليك لحظات ووقفات، وستأتي عليك أوقات تحتاج فيها إلى ذلك البر الذي يكون في مثقال الذرة أو أدنى من مثقال الذرة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ألا وإن أعظم البر هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أن تكون موحدا لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، في حكمه، في أمره، في نهيه سبحانه وتعالى، هذا أعظم البر. ثم بعد ذلك متابعته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا بر صحيح إلا إذا كان متجها إلى الله ومتابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. إن من أعمال البر ما رواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه وابن نصر رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من صلى بعد العشاء الآخرة 4 ركعات كن كعدلهن من ليلة القدر. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: وإسناده صحيح وهو موقوف لكنه له حكم الرفع. فهذا الحديث وقد جاء عن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذا العمل الذي هو من أعمال البر وما أيسره وما أقله وما أخفه وما أسرعه على الإنسان، لكنه في كل ليلة يحصد لهذا البر أجرا عظيما وأجرا كبيرا، ألا وهو أن يبلغ بهذه الركيعات 4 من بعد صلاة العشاء حظهن وأجرهن وعدلهن من ليلة القدر. أي هذا العمل الذي هو من أعمال البر بعد العشاء الآخرة 4 ركعات نافلة يا عبد الله، 4 ركعات نافلة من بعد صلاة العشاء كعدلهن من ليلة القدر. تعلمون أجر ليلة القدر، أجر قيامها، ما لها من الأجر عند الله لفضلها، لعلو قدرها، لشرفها، لمكانتها وشرف منزلتها. أنزل الله عز وجل سورة في القرآن الكريم باسمها تسمى سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا العمل من أعمال البر. كم من الناس في غفلة عنه، كم من الناس في سهو عنه، كم من الناس في جهل به، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ألا فلتحرص يا عبد الله أن تكون هذه 4 الركعات النافلة في أعمال برك الليلية، في أعمال برك الليلية لا سيما ولها هذا الأجر العظيم والقدر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، إن البر بأعماله في توجهاته لا يحتاج منا إلى أن نجاهد أنفسنا. كم نحن بررة بأجسادنا، كم نحن بررة ببطوننا، كم نحن بررة بثيابنا، كم نحن بررة بمظاهرنا، كم نحن بررة بماذا؟ ببيوتنا وما فيها. فهل بررنا بأنفسنا؟ ماذا تحتاج منا أنفسنا؟ ماذا تحتاج أنفسنا منا؟ لا تحتاج إلا أن نشبعها من طاعة الله، إلا أن نزودها من رضوان الله، إلا أن نسلك بها طريقا إلى الله سبحانه وتعالى. هو في غاية من السهولة واليسر، ومنها هذا
العمل الذي هو من أعمال البر. أخرج الإمام الحاكم في مستدركه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي فأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار، فقد حمد الله بمحامد الخلق كلهم. هذا عمل من أعمال البر تقوله إذا أخذت مضجعك، إذا أويت إلى فراشك، إذا أرهقت في بدنك وأتعبت في جسدك وأخلدت إلى الراحة ليلا لتأخذ هذا الذي قدره الله عز وجل لك شيئا من النوم لتتزود به على طاعة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم دلك على عمل من أعمال البر، دلك على عمل من أعمال البر، عمل يسير والذي يعمل به قليل، الأجر كبير والغفلة عنه عظيمة إلا من رحم الله عز وجل. أتدري ما حظ أجرك، ما حظه من الأجر عند الله عز وجل؟ أن يكتب الله عز وجل أجر محامد الخلق كلهم في موازين حسناتك. الخلق كلهم من أهل الملكوت الأعلى وأهل الأرض السفلى، من جنهم وإنسهم، من كل من يحمد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. تصور أن الله عز وجل يكتب لك أجر الحمد كله، وخير عباد الله هم أولئك الحمادون الذين يحمدون الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا البر، إلى هذا العمل الذي هو من أعمال البر، عند أن تنام وتأخذ مضجعك، وهذا نوع من أعمال البر عند الفراش، وإلا فهناك أدعية كثيرة وأعمال كثيرة إذا أخذت مضجعك، قولية وفعلية. لكن هذا اليسير بكلامه، بعباراته، بألفاظه السهل على لسانك أن تقول هذه الجمل الأربع: الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي فأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار، فقد حمدت الله بمحامد الخلق كلهم. جاء عند الإمام ابن ماجة رحمه الله، جاء عند الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه سبحان الله، من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى أعمال البر، كيف تجعلك تنام وأنت مغفورا لك، بت مغفورا لك يا عبد الله بإذن الله رب العالمين. فالله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أن تقول
قبل أن تنام وأنت على فراش نومك هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. عمل بر، هذا هو البر الذي ينفعك، الذي يكفر الله به سيئاتك، الذي يغفر الله عز وجل به ذنوبك. يا لله ما أقسى تلك القلوب وما أغفلها عن الله، تلك القلوب التي لا تنام إلا على الموسيقى الهادئة كما يقولون. أي موسيقى هادئة وهي تقذف في القلب الأوزار والآثام، تحرق القلوب وإن لم تحس بحرارة الإحراق وإن لم تحس بألم الإحراق، لكنه حرق للإيمان، حرق للخير، حرق للبر، حرق للحسنات، والعياذ بالله. كن من أولئك الذين ينامون على أعمال البر، لا ينامون على أعمال الشر. آخر عهدهم بالدنيا إذا ناموا عمل بر يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. من منا يحرص على مثل هذا البر، على مثل هذا العمل اليسير إذا جاء إلى فراشه وإذا أوى إلى مضجعه؟ جاء عند الإمام الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت خطاياه وإن كان فارا من الزحف، وإن كان فارا من الزحف. ذلك فضل الله والله ذو الفضل العظيم. هذا فضل الله عز وجل عليك يا عبد الله، هذا فضل الله أن تذكر بين الفينة والأخرى واللحظة وأختها والساعة وتابعها أن تستغفر الله عز وجل، فتديم فتداوم فتستمر في الاستغفار بأنواعه، بصفاته، بصيغه المختلفة والمتنوعة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، تجد هذا الأجر. هذا من أعمال البر. أما أعمال الشر ماذا تجد منها؟ تجد منها الحسرة والندامة إن لم تأتك في الدنيا، فإنها ستأتيك في قبرك وستأتيك في العرصات، وإذا نشرت الصحف وتطايرت الكتب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من أعمال البر يا عباد الله أيضا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر التي هي قبل الفريضة، التي هي النافلة،
النافلة خير من الدنيا، أي من أن تملك الدنيا. لا تملك الدنيا في عصرك، وإنما تملك الدنيا بحذافيرها منذ أن خلقها الله عز وجل إلى آخر لحظاتها وأنفاسها ودقائقها. هذا هو المقصود يا عبد الله، هذا هو المقصود يا عبد الله. هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. فكيف بفريضة الفجر؟ كيف بفريضة الفجر وهي أبر من النافلة وأعظم من النافلة وأكبر عند الله عز وجل من النافلة؟ خير من الدنيا وما فيها، خير من ملك من ملكوها، ملوك الدنيا الذين تعاقبوا عليها منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى بركعتين يا عباد الله. أي لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أفضل من ملك الدنيا كلها، أفضل من ملك الدنيا كلها. يا أخي، الإنسان اليوم يفرح لو قال له لك صرف أرضية في الشارع الفلاني، فإذا كانت على شارعين، إذا كانت على 3 واجهات، يطير قلبه من الفرح أنه ملك أرضية مساحتها 300 متر وموقعها جيد وأيضا هام وكذا، يفرح. فكيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك بركعتين لك أجر عند الله عز وجل بما هو أفضل من ملك الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. كم الناس الذين يحرصون اليوم على هاتين الركعتين النافلة يزيدها الإنسان في حسناته وفي أعمال بره وفي طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى. عبد الله، نحن بحاجة إلى هذا البر، إلى مثل هذه الأعمال التي تزيد في الإيمان، التي تزيد في الحسنات، لأن هذه الأعمال هي التي تبقى عند الله سبحانه وتعالى، وهناك أعمال غيرها يسيرة وبسيطة. جاء عند الإمام أبي داود من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بعد طعامه، بعد الانتهاء من طعامه: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد أن يأكل أو يشرب، إذا طعم طعمة ولو كانت هذه الطعمة يسيرة، هذا الطعام يسير، لو كان هذا الطعام قطعة من البسكويت، هو طعام يعتبر، إذا كان حبة من التمر هو طعام، حمد الله عز وجل بعد ذلك، حمد الله سبحانه وتعالى بعد هذه الطعمة بهذا الحمد: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. فهذا يتسبب في مغفرة الذنوب، أجر كبير، لأنه من أعمال البر. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يأكل الأكلة الواحدة فيحمده عليها، ليس معنى أن بعد كل لقمة يحمد الله عز وجل وبعد كل جرعة ما يحمد الله عز وجل. وإن كان بعض أهل العلم قال هذا أفضل من أن يحمد الله مرة واحدة، لكن المراد أن الطعام كله، الأكلة، الوجبة الواحدة والشراب الواحد على آدابه، أن يشربه ب3 أنفاس، المهم أنه يأكل حتى يشبع ويشرب حتى يرتوي، هذه تعتبر أكلة وتعتبر شربة. فإذا حمد الله عز وجل، الله عز وجل يرضى عنه. إذا رضي الله عز وجل عنه، من سيسخط عليك؟
إذا رضي الله عز وجل عنك من سيبغضك؟ لأن الله عز وجل أحبك، ولأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم يأمر الله عز وجل جبريل أن ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع لك القبول في الأرض يا عبد الله، لأن الله رضي عنك لأنك حمدته بعد كل أكلة وبعد كل شربة تحمده عليها، فأنت بذلك الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. جمعت بين هذين الفضلين، مغفرة الذنوب ورضوان الله سبحانه وتعالى عنك. الله إذا رضي عنك فإنك فزت في الدنيا والآخرة، وقد كتب الله عز وجل رضوانه لخيرة خلقه بعد الأنبياء والرسل، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقال في وصفهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا رضي الله عنك غفر ذنبك، إذا رضي الله عز وجل عنك رحمك، إذا رضي الله عز وجل عنك خفف عليك ضيق الدنيا وكربها وشرورها وآفاتها وآلامها وأوجاعها وأسقامها. إذا رضي الله عز وجل عنك ثبتك في قبرك، إذا رضي الله عز وجل عنك ثبتك على الصراط، إذا رضي الله عز وجل عنك فزت برضوان الله سبحانه وتعالى بدخول جنة عرضها السماوات والأرض. ومن أعمال البر يا عباد الله، من أعمال البر يا عباد الله التحابب فيما بيننا، التآلف، التوادد، التعاطف، التراحم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه أصحابه في الصلاة يقول: لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. إيش معنى هذا التوجيه في الصلاة؟ أي كن لينا بيد أخيك، إذا قدمك، إذا أخرك، إذا سحبك إلى جهة اليمين، إلى جهة الشمال، كن لينا، تجاوب معه. إذن فلينوا بين أيدي إخوانكم، أو لينوا بأيدي إخوانكم. إن قدمك تقدم، إن أخرك تأخر، إن جعلك في الميمنة أو في الميسرة، إن جعلك هنا أو هنا، كن لينا. وهذه من الصفات المحمودة في المؤمن. المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، أي المخزوم بأنفه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كالجمل الآنف، الجمل المخزوم بأنفه يقوده أي إنسان صغير أو كبير، كالجمل الآنف إذا انقيد انقاد، وإن أنيخ على صخرة أناخ. هذه الليونة، هذه البساطة، هذه السهولة لا تكون فيه إلا بالمحبة، أن تتربع في قلبك، وأن تكون مادة هذا القلب وغذائه وديمومة حركته في نبضه ودخول الدم وخروجه من هذا القلب كله محبة لإخوانك المسلمين، للمتقدمين والمتأخرين. فإن خروج المحبة من القلب لإخوانك المؤمنين والمسلمين سبب في الضلال والانحراف والعياذ بالله. وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا بعد أن أبغضوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر
واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، غلا للذين آمنوا، يدعون لهم ويستغفرون لهم ويسألون الله عز وجل أن ينزع الغل من قلوبهم على إخوانهم المؤمنين. ولذلك يحرم على أي إنسان أن يدخل الجنة وفي قلبه مثقال ذرة من غل. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك أيضا كما أن جنة الآخرة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من غل، فكذلك جنة الدنيا التي هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي هذه الدعوة المباركة، لا يكون فيها ولا يجتمع فيها ولا يسير فيها ولا يمضي فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من غل على إخوانه المسلمين. فالذي لا يدخل جنة الآخرة أيضا لا يدخل جنة الدنيا، والذي لا يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، مجالس العلم، هذه المحاضرات، هذه الدروس هي من رياض الجنة. هذه الدعوة المباركة هي على اتساعها روضة عظيمة روضة فيحاء من رياض الجنة الكبرى على وجه هذه الدنيا. فلا يمكن لأحد أن يبقى في هذه الروضة أو يدخل هذه الروضة وفي قلبه مثقال ذرة من غل، وإن حاول سوف يخرج يوما ما شاء أم أبى، رضي أم كره، إن لم يعالج هذا الغل الذي في قلبه على إخوانه المسلمين، إن لم يعالج وينتزع هذا القلب. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا المتقدمين ولا المعاصرين ولا أي إنسان ما دام أنه من أهل الإيمان. راحة عندما يذهب الغل من القلب، تشعر براحة، وهذا من عظيم البر يا عباد الله. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمن أقواما يأتون يوم القيامة وجوههم نور وعلى منابر من نور، يغبطهم الأنبياء والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجثى أعرابي على ركبتيه قال: يا رسول الله صفهم لنا يا رسول الله. قال: أما إنهم من بلدان شتى، اجتمعوا على غير أحساب ولا أنساب، اجتمعوا على ذكر الله يذكرونه. إيش الذي جمعهم؟ جمعهم الحب في الله، جمعهم الحب في الله، الذي قال الله عز وجل كما في موطأ الإمام مالك من حديث معاذ في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. وفي الصحيحين عن أبي هريرة حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. والغل هو سم المحبة والعياذ بالله، هو سم المحبة والعياذ بالله. احرص يا عبد الله أن يقذف، احرص يا عبد الله على أن يكون في قلبك المحبة، المودة، التآلف. المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذا وجدت أنك لا تألف الناس ولا يألفك الناس فراجع نفسك، راجع نفسك، راجع قلبك، فتش في تصرفاتك، في أقوالك، في أفعالك. نعم يا عباد الله، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف.
تعارف إيش؟ أن تعرف اسمي وأعرف اسمك، أن تعرف قريتي وأعرف قريتك، أن تعرف شكلي وأعرف شكلك، أن تعرف نسبي وأعرف نسبك، أن تعرف من أنا وأعرف من أنت. لا، تعارف هذه الأرواح على المعروف، تعارف هذه الأرواح على الخير، تعارف هذه الأرواح على البر، تعارف هذه الأرواح على الطاعة، تعارف هذه الأرواح على الكتاب، على السنة، تعارف هذه الأرواح على الدعوة إلى الخير، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ما تواد اثنان في الله عز وجل ففرق بينهما إلا بسبب ذنب. فالذنوب سبب في العداوة، سبب في التباغض، سبب في الإحن، في المحن، في البلايا، في الرزايا، في الكربات، في الآهات، في الآلام، في الأوجاع، في الأسقام. إذن يا عباد الله، المحبة لإخوانك المسلمين هو من عظيم أعمال البر الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ما يستطيع أن يلحق بهم، سبقوه، كما قال بعض السلف: سبقونا على خيل بهم دهم ونحن على حمير عرجاء، كيف نسبقهم؟ قال الإمام الألباني رحمه الله: الطريق طويل ونحن نسير فيه مثل السلحفاة، لكن ما دمت تسير على هذا الطريق على محبته ومحبة أهله. كما سئل بعض السلف قال: ما أحب شيء إليك؟ قال: هذه، يشير إلى كتبه. قالوا: من الناس. قال: الذي في هؤلاء الكتب، الذي في هؤلاء الكتب هو أحب إلي. نعم يا عباد الله، محبة للمؤمنين. قال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ما يستطيع أن يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالمرء مع من أحب، أي يوم القيامة. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث. فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر عباد الله من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان من الصحابة. وهكذا المؤمن، من أحب قوما فهو منهم. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، المرء على دين خليله، على دين خليله. ومن الدين التحابب في الله والتوادد في الله. فما يفرح الشيطان بفرح مثل فرحه بنشر العداوة والبغضاء بين المؤمنين. نسأل الله السلامة والعافية. أعمال البر إخواني في الله كثيرة ومتكاثرة، والإسلام كله بر، والإيمان كله بر، والإحسان كله بر، والسنة كلها بر. فخذ لك من هذا البر، خذ لك من هذا البر، ولو أن تبر بحيوان، ولو أن تبر بحيوان. امرأة بغي من بني إسرائيل غفر الله لها لأنها سقت كلبا، برت كلب، أحسنت إلى كلب. ورجل جاء أيضا أن رجل من بني إسرائيل سقى كلبا فغفر الله له وأدخله الله الجنة، بر. انظر إلى تلك المرأة التي أساءت إلى الهرة وقست عليها وجفتها، كيف دخلت النار؟ قال أهل العلم: لم يذكر لها شيء من المعاصي إلا هذه، مع هذه المعصية، مع فضلها وخيرها، لكن مع هذه المعصية فقط. كما في صحيح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت، أساءت إلى بره. تلك المرأة بغي أحسنت إلى كلب، برت بكلب فغفر الله لها. وهذه المرأة عندها من الطاعة والخير، لكنها أساءت إلى هرة فدخلت النار والعياذ بالله. فاحرص على ما تستطيع من البر. إن لم تجد برا تقوم به فكف شرك عن عباد الله، كف شرك عن الناس، فهذا بر عظيم. إن شاء الله نحب أن نسمع من شيخنا ووالدنا المبارك ولو كلمات يسيرة
يصلح بها الخلل ويسد بها الزلل، وننال من توجيهه، فالبركة مع أكابركم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.